السلام عليكم الإخوان. بالنسبة للخبر اللي كان منتشر البارح بشكل كبير واللي كان كيقولوا فيه أنه توفى أحد من الأشخاص اللي كانوا مكلفين بالحراسة ديال التيران مولاي عبد الله، فأنا قريت الخبر الإخوان البارح بالليل وما بغيتش نبارطاجيه معكم. علاش؟ ما قريتوش من مصادر اللي هي موثوقة. شفت صفحات كبار وصفحات فيريفي، ولكن راه ماشي مصادر موثوقة. فراكم عارفين دابا ديك الفيريفي اللي كاينة في لي باج انستغرام ولا فيسبوك، فراه يمكن لك غير تخلص عليها وكتطلع لك فيريفي، فراه ما كيتسماش مصدر موثوق الاخوان واخا تكون عنده مليون جوج المليون. مصادر موثوقه راهم باينين، جرائد الكترونيه، مديريه الامن الوطني. هادو هما المصادر اللي خاص بنادم انه يثيق منهم، يثيق فيهم. فانت قريتي الخبر، خاصك تمشي لهاد المصادر وتشوف انه واش كاين هاد الخبر صحيح ولا لا. فهادشي اللي كان الاخوان. أنا البارح ما بغيتش ندير فيديو، فانا ملي كندير فيديو وكنشرو فراه كنساهم حتى انا في التضليل او لا نشر شي اخبار اللي هي زائفه، وهذا الشيء راه يعاقب عليه القانون بطبيعه الحال الاخوان. فالحمد لله، المديريه للامن الوطني خرجت ببلاغ كتنفي فيه انه ما تسجلت حتى شي حاله ديال الوفاه، لا من طرف حاملي الكرات ولا من طرف الاشخاص اللي كانوا مكلفين بالحراسه ديال الامير مولاي، الملعب امير مولاي عبد الله بالرباط. في النهائي اجي نقراو البلاغ. بلاغ أمني ينفي وفاة خلال نهائي الكان. نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المضللة التي نشرتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت فيها تسجيل حالة وفاة مزعومة نتيجة اعتداء إجرامي كان ضحيته شخص مكلف بحراسة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بالتزامن مع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم. وأكد البلاغ للمديرية أن المصالح الأمن الوطني لم تسجل أي وفاة لعنصر من عناصر الأمن الخاص ولا في صفوف المكلفين بجمع الكرات، كما لم تباشر أي إجراءات من معاينة لجثة شخص توفي بسبب الأحداث المرتبطة بالشغب الرياضي، وهي المعطيات التي تم تأكيدها بعد مراجعة مختلف المؤسسات الصحية. يعني مشاو للسبيطارات ومشاو للكلينيك وتأكدوا أنه ما كاين حتى شي حالة وفاة أو لا شي حالة ديال اعتداء من طرف الجماهير، وما كانوا حالة ديال اعتداء ولكن ما تسجلتش حالة وفاة. فهذا خبر زوين الحمد لله ان داك الدري ما توفاش. وبغيت غير نقول للناس اللي كيبارطاجيو دوك الاخبار، فالخبر الاخوان ما تسرعوش الخبر، خاصكم حتى تاكدوا منه ومن مصادر اللي هي موثوقه. اما بالنسبه للخبر الثاني الاخوان، هو الحكم على الممثل الجزائري رؤوف بالقاسمي 3 شهور ديال السجن النافذه و500 درهم غرامه ماليه. 500 درهم وقيل بالدينار الجزائري هي 5 ملايين. غير باش نكونوا متفقين الاخوان، انا ما كنتشفى حتى شي واحد، والحبس ما كنبغي حتى شي واحد، ولكن اللي دار الذنب يستاهل العقوبه كيف ما كانت الجنسيه ديالو سعودي، اماراتي، خليجي، فرنسي، امريكي، كيف ما بغات تكون الجنسيه ديالك، درتي واحد المخالفه ولا واحد الجريمه فراه غتعاقب عليها. وانا كنشوف ان 3 شهور فراه كيف ما قريت انه تمتع باشد ظروف التخفيف، فبحكم السيد ما عنده السوابق عدليه. فكيف قلت لكم، هو الغلط اللي دار رؤوف هو من بعد ما طلقوك اسيدي نتايا، رجال الامن المره الاولى، مشيتي يا سيدي باش درتي ستوريات وبديتي كتعاير. يعني كون ما دارش دوك ستوريات وما خرجتيش بديتي كتسب وتستفز في عباد الله، فراه ما كانوش غيشدوك. وهما شدوه، تحاكم على السب والقذف. فهادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه للخبر الاول، انا بغيتكم حتى توليو تاكدوا من الاخبار عاد باش تنشروهم. وكنتمنى من الناس اللي عندهم صفحات كبيره وقنوات ديال يوتيوب ما يبقاوش ينشروا دوك الاخبار المضلله، حتى يتاكدوا من الاخبار من مصادر اللي هي موثوقه. وصلتي لهنا في الفيديو، خلي معاك جيم، واحد سبسكرايب، وشجعونا باش نكملوا الاخوان.